أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم بالدرس 21 معنا من أسئلة شهادة سواقة بالعربي. طبعا تأخرت شوي عن الدروس بحكم أنه كان عندي امتحانات عملي سواقة، فالحمد لله امبارح كان عندي امتحان ونجحت، فانتظرونا قريبا في دروس العملي بس نخلص من أسئلة النظري طبعا أول شيء. وتاني شيء كمان حابب أقول أنه قبل ما نبلش بالأسئلة جاني تعليق جدا جدا مهم الدرس الماضي من السيد إياد أو سنبل هيك شيء اسمه. سيد آزاد، بالبداية شكرا لجهودك، بس يعني نحن لا نفتقر للإجابة عن السؤال لأن الإجابة موجودة، وإنما نفتقر للشرح الواضح للأسئلة الغير مفهومة، وإنت وقت عم نفهم المقصود بالضبط فمنستنتج الإجابة على الأغلب، ومنتجنب أسلوب البصم لأن الأسئلة الواجب بصمها كثيرة. فأقترح بوجود شخص معك ذو خبرة بالدرس المعطى أو اجتهاد شخصي منك للشرح واضح، وشكرا. أنا عجبني هذا التعليق صراحة فحبيت أعلق عليه كمان. فأول شيء بدي أقول إنه أنا ماني أكاديمي، أنا مجرد إنه عن تجربة، يعني قدت هاي التجربة أو عملت فحص نظري وحفظت الأسئلة وفهمت بعض منها، يعني كانت سهلة طبعا، وفي البعض منها حبيت ابصمها بصم لاني ما بدي ادخل بميكانيك تبع السياره. تمام، هلا مثلا الدرس الماضي والدرس اليوم كمان والدرس اللاحق في كتير اسئله عن ميكانيك السياره، عن الاجزاء او القطع الموجوده بالسياره مثلا. ففي تفاصيل ما لازم ندخل فيها، يعني اوقاتا لازم نبصمها بصم، لانه مثلا اعطيك مثال انه الدرس الماضي مثلا انه الدركسيون او المقود فيه رجه او فيه خلخله مثلا. اوكي، هلا انه كان الجواب مثلا انه يوجد عطل في مثلا ممتص الصدمات، ويوجد عطل في المسننات التشغيل او ما بعرف شو. فالمسننات نفسها انا بحياتي ماني شايفها، اوكي، هي موجوده ورا المقود طبعا، لكن انا ما بعرف وين موجوده ورا المقود بالضبط. فمو مهم انت تشوف هذا المسنن وين موجود بالضبط، انت المهم تفهم انه في عندك مشكله بالمقود مثلا، والمشكله هي عباره انه المسنن خربان بالمقود. اوكي، ففي اسئله كتير بخصوص الميكانيك صدقوني انا ما بعرفها شخصيا، ماني شايفها، لازم ندرس السياره قطعه قطعه، وانا بعتبر هذا الشيء مو مهم. كوني انا سقت بسوريا 10 سنوات يمكن بعمري ما شفت مسنن تبع الدركسيون. في شغلات خاصه بالميكانيك لما بتتعطل السياره بتروح على الميكانيك، اكيد ميكانيكي السيارات بيصلح لك اياها. فالاسئله البصم اللي انا عم بقول عليها او اللي ما عم بفهمها وصعب يعني صعب حتى افهمها، وصعب اشرح لكم اياها كمان. يعني شلون بدي اجيب لكم القطعه هاي واشرح لكم انه هاي القطعه موجوده ورا الدركسيون؟ ففي كتير امور او في اسئله رح تنعاد معنا شوي صعبه، فانا بتمنى انه الناس تبصمها بصم، لاني مو بذات الاهميه اللي لازم نفهمها مثلا وما رح تلزمنا على كل حال بالحياه الطبيعيه. اغلب الناس لما بتتعطل سيارتها بتروح على مصلح. اوكي، فانا بدي اشكر صاحب هذا التعليق مره تانية، انا استفدت منه كتير، ويا ريت كان عندي حدا يساعدني نعطي فيها الدروس او نقدر نفهم اكثر للناس مثلا. بس هذا اللي بيطلع بايدي، وهذا اللي عم بقدر اعمله هلا حاليا، اكتر من هيك ما بيطلع بايدي. فعلى العموم الاسئله البصم مو كتير، يعني ما بيطلعوا على كلهم على بعضهم، يمكن شي 20 30 سؤال كلهم على بعضهم. فالافضل انك تبصمها بصم، لاني صعب اشرح لك اياها. بدي سياره تكون قدامي وانا اقعد اشرح لك انه هاي القطعه متعطله مثلا، وهذا المسنن، وهذا الممتص الصدمات، وهذا محور المقود ملتوي او مرتخي. عرفت كيف؟ فالمهم انه واحد ينجح بالامتحان طبعا ويجتاز الامتحان ويركب السيارة ويسوق. طبعا اي اعطال تانية بتصير معه كبيرة طبعا فرح يروح فيها على المصلح اكيد. فبس حبيت توضح هاي النقطة، لانه الدرس امبارح واليوم كمان رح يكون عن تقريبا ميكانيك السيارة. في اسئلة صعب شوي نفهمها، في اسئلة ما بنقدر نفهمها، بدنا نشوف السيارة قدام عيوننا يعني والقطعة كمان. فالافضل انك تبصمها بصم. اوكي، وخصنص درس امبارح واليوم كمان. تمام، فخلينا نبلش بالدرس اليوم، الدرس 21. نحن خلصنا القسم هذا امبارح والسلامة التشغيلية، وصلنا لاثنين في 16 من الأسئلة، تدرب على الأسئلة. طيب معنا أول سؤال اليوم بيقول: تميل مركبتك أثناء السير يمينا، ما السبب المحتمل لذلك؟ أنت سايق سيارتك ولحالها عم تروح دائما نحو اليمين لحالها. أوكي، فشو السبب المحتمل لذلك؟ ليش سيارتك عم تروح نحو اليمين أثناء السير أو أثناء القيادة؟ شوفوا الأجوبة معنا. مخمد التوجيه مرتخي، ضبط العجلات غير صحيح، مقود المحور ملتوي. تمام، يعني شوفوا الأجوبة الموجودة هلا هون حاليا كمان لها علاقة بالميكانيك أو ميكانيك السيارة، فصعب اشرحها أو صعب فهمكم إياها، وأنا شخصيا يعني ما بعرفها كلها. أوكي، يعني لازم نجيب سيارة مثلا ونفرجيكم إنه هذا هو مخمد التوجيه
وهذا هو محور او مقود المحور اي شيء تاني. اوكي، فشوي صعب الامور هنا، فالافضل انك تحفظها بصم. مثل ما قلنا ضبط العجلات غير صحيح، هذا الجواب صح مثلا هون، ومقود المحور ملتوي. تمام، جوابين معنا صح بهذا السؤال. بنروح على السؤال التالي. الضبط الصحيح للمرآة الخارجية اليسرى غير ممكن، ماذا تفعل؟ السؤال واضح، السؤال سهل. انه الضبط الصحيح للمرآة الخارجية اليسرى، المرآة الجانبية اليسرى يعني اللي جنب السائق اللي على طرف السيارة، غير ممكن او ما بتقدر تضبطها مثلا. فشو بتعمل؟ تصليح نظام ضبط المرآة لا شيء لان الرؤية تكفي من خلال لا، لازم تصلح فورا هاي المرآة الجانبية اليسرى، لانه لا شيء، لانه يمكن لا هذه اجابة غلط، انه ممكن بس تشوف من المرآة الداخلية، لا، فلازم تصلح الجانبية كمان مشان نشوف السيارات اللي جاية من الجنب. اوكي، فاجابة صح. بنروح على السؤال التالي. ما السبب المحتمل لتآكل العجلات الشديد؟ شو هو السبب المحتمل لتآكل دواليب السيارة الشديد؟ اوكي، السؤال واضح كمان. هلا تركيب عجلات او تركيب جناح امامي، لا ما دخلنا بالجناح الامامي. هلا هون شو عم يقصدوا بالضبط؟ جناح امامي كمان ممكن عم يقصدوا الرفراف اللي قدام السيارة مثلا بحيث انه يدقر الدولاب، لا هذا الشيء ما دخلوا. عطل في التعليق، هذا الشيء صح، عطل في التعليق له علاقة بتآكل العجلات الشديد، هيك فهموها بصم. ضغط عجلات غير مناسب، كمان هذا الشيء ممكن يكون سبب لتآكل العجلات الشديد او لتآكل دواليب السيارة الشديد. اذا ضغط في العجلات غير مناسب وعطل في التعليق. فشلون بدي افهمكم اياها او شلون بدي اشرح هاي الاجوبه هلا ما بعرف بالضبط، فالمهم احفظوهم هيك مع الاسف يعني. جوابين صح. بنروح على السؤال التالي. ما السبب الذي قد يكمن وراء عدم قيام ماسحات الزجاج بالتنظيف كما يجب؟ شو هو السبب الذي قد يكمن وراء عدم عمل ماسحات الزجاج بالسيارة كما يجب؟ ماسحات الزجاج، مساحات السيارة هاي من قدام على الزجاج الأمامي. فتدفئة الزجاج لا تعمل، لا ما دخلنا بتدفئة الزجاج بماسحات الزجاج الخارجية، لا. صفائح ماسحات الزجاج مهترئة، هذا الشيء صح، بتكون مثلا المساحات نفسها خربانة او مهترئة او خالص عمرها مثلا. اوكي، لازم تغيرها، هذا الشيء صح. وجود طبقة زيتية رقيقة على الزجاج، هذا الشيء كمان ممكن. انه مثلا صار لك زمان مانك مشغل المساحات بالسيارة، فلما بتجي بتشغلها اول مرة فراح تكون في طبقة زيتية على الزجاج، هذا الشيء بيؤدي انه ما بتعمل بشكل صحيح كما يجب. تمام، اجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. كيف تحد من تآكل الاطارات؟ كمان شو بتعمل لحتى تحد من تآكل الاطارات او دواليب السيارة؟ اتخلى عن التسريع الشديد بقدر الامكان، هاي اجابة صح. يعني ما تشفط بالسيارة مثلا اول ما بتنطلق فيها مشان ما تفتل الدواليب السيارة هيك على الفاضي، فهذا الشيء اكيد بيخلي تآكل الاطارات بشكل اكبر. افحص ضغط الهواء بانتظام، لازم تحافظ على ضغط الهواء الموجود في الاطارات بانتظام. اقود طوال العام باطارات شتوية، هذا الاجابة غلط. ليش؟ لحتى تقود باطارات شتوية طوال العام، الشتوية للشتاء والصيفية للصيف. اوكي، اجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. لاحظت عند الفرملة ان مركبتك تميل الى الانحراف يمينا، كيف تتصرف؟ انت لما عم تضغط فرام بالسيارة فمركبتك عم بتميل نحو اليمين كمان. هنيك السؤال اللي عدى معنا قبل شوي انه اثناء القيادة سيارتك تميل نحو اليمين. تمام، هذا السؤال هون. تمام، هلا هون عم بيقولوا لما عم تضغط على الفرام سيارتك عم تميل او عم تنحرف نحو اليمين، شو لازم تتصرف وقتها؟ يعني السيارة فيها مشكلة معناتها. لا داعي لحل المشكلة لأنه طالما كان قادر على إعادة التوازن بتوجيهها، يعني إنه أنت طالما أنت عم تقدر توجه السيارة بعدين فما في داعي تحل المشكلة. إجابة غلط أكيد. أبحث عن ورشة مختصة، هذا الشيء صح، لازم تبحث عن ورشة لحتى تصلح العطل، في عطل بالسيارة معناتها. أقوم بتزييت صفائح الفرامل، شو دخل الزيت هون بصفائح الفرامل لحتى ما تنحرف نحو مثلا اليمين؟ إجابة غلط هاي. إذن بتبحث عن ورشة مختصة لحتى تصلح مشكلة السيارة. إجابة واحدة صح هون معنا. بنروح على السؤال التالي. زجاج المرآة الخارجية اليسرى مكسور، ماذا تفعل؟ هلا السيارات بشكل عام فيها 3 مرايا، اوكي، واحدة بالنص اللي بتشوف فيها لورا، وفي واحدة على اليمين، وفي واحدة على اليسار. اوكي، فإذا كانت اللي اليسرى مكسورة اللي جنب الشوفير، فشو لازم تعمل؟ اكيد لازم تروح تجدد زجاج المرآة، لانه هاي المرآة ضرورية جدا اللي جنب السائق مشان تشوف سيارات اذا جاية او لا من اليسار. عدم تجديد زجاج المرآة لان الرؤية اللي الخلف لا تكون ممكنة جزئيا، هاي اجابة غلط. لازم تروح تجدد
زجاج المرآة الخارجية. إجابة صح. بنروح على السؤال التالي: ما هي النتائج الممكنة في حال عدم إحكام تثبيت الإطارات بعد تغيير العجلة؟ شو ممكن يصير لما أنت عم بتغير دولاب السيارة ولكن أنت لما عم بتحط الدولاب الجديد ما ثبتت البراغي بشكل صحيح؟ يمكن أن ينخلع الإطار من الجنط؟ لا. أظن الدولاب نفسه ينخلع من الجنط؟ لا، هاي إجابة غلط. يمكن أن تنفك العجلة من السيارة؟ نعم، كونك مانك شادد أنت البراغي تبعت الدولاب اللي أنت غيرتها ممكن تنفك أو تطير العجلة من السيارة، هذا الشيء صح. يمكن أن تتلف العجلة كمان، هذا الشيء صح. ممكن لأنه في رجة رح تصير بالدولاب كونك مانك شادد البراغي منيح فممكن تتلف العجلة. إجابتين معنا صح. هون بنروح على السؤال التالي: ما السبب المحتمل لتآكل إطار في جانب واحد أكثر من الآخر على المحور الأمامي؟ شو السبب المحتمل؟ إنه دواليب السيارة القدامية مثلا اليميني يتآكل أكثر من اليساري. طبعا عم نحكي عن دواليب السيارة المحور الأمامي، أوكي، دولابين القداميات، أوكي. إعدادات المسار غير مضبوطة، إعدادات المسار الخاصة بدواليب السيارة ما تكون مزبوطة، مثلا مايلة على اليمنى أكثر فراح يتاكل الدولاب اليميني أكثر مثلا. مقود المحور ملتوي كمان، هاي إجابة صح. مقود المحور الملتوي كمان له سبب أو يكون سبب في تآكل إطار قبل الثاني. احفظوهم هيك جوابين صح. بنروح على السؤال التالي: نظام غسل زجاج المركبة لا يعمل، ما السبب محتمل وراء ذلك؟ نظام غسل زجاج المركبة او السيارة اللي في كبسة بالسيارة لما بتضغط عليها بترش مي هيك لقدام الزجاج الامامي وممكن تشغل مساحات مشان تنظف زجاج تبعك مثلا، اوكي، تبع السيارة. فشو السبب المحتمل لذلك؟ انه عمل عدم عمل هذا النظام. مثلا انسداد الفوهات، هذا الشيء صح. ممكن يكون في انسداد بخراطيم المي اللي بتروح على هذا النظام والدينامو نفسه هو اللي بيطرش او بيزت مي على البلور تبع السيارة، فممكن يكون مسدود هاي او مسدودة هاي الخراطيم مثلا، هاي صح. عدم وجود ماء في خزان التمديد، هذا الشيء كمان صح. ممكن يكون نفسه الطرمبة هاي او الخزان تبع المي ما يكون فيه مي، يعني ما بيزت مي، هذا الشيء ممكن كمان. خلل في حماية التيار الكهربائي، هذا الشيء كمان ممكن، انه ممكن يكون في خلل بالنظام الكهرباء اللي واصل على الدينامو مثلا بحيث انه هو اللي يرش على الزجاج الامامي للسيارة، فممكن يكون في خلل كمان في حماية التيار الكهربائي، يعني خلل له علاقة بالكهرباء مثلا، اوكي. 3 اجابات معنا هون ممكن صح. بنروح على السؤال التالي: ما هو عمق الطابع الذي يجب على جميع اطارات سيارتك اظهاره على الاقل في الطابع الرئيسي؟ شو هو عمق الطابع او شو هو عمق النقش؟ هاي صورة انا جبت لكم اياها توضيحية. طبعا هذا هو اطار او دولاب سيارة، لازم يكون عمق هذا النقش الموجود على الدولاب السيارة اقل شيء 1.6 ملم، اوكي. هذا الحد الادنى طبعا لعمق هذا النقش الموجود على الدولاب. طبعا هذا السؤال مهم كمان، سألوني اياه بالعملي فرح تجاوب فيه انت انه لازم يكون 1.6 ملم على الاقل موجود على دولاب سيارتك. اذا هون الاجابه لازم تكون يبلغ الحد الادنى لعمق الطابع او لعمق النقش، مثلا فينا نقول 1.6 ملم. اجابه صح، هذا العمق الموجود في دواليب السيارات، اوكي. اذا 1.6 ملم اجابه صح. بنروح على السؤال التالي: ما هي نتائج القياده بعجلات شتويه في اشهر الصيف؟ شو ممكن ينتج اذا سقت سيارتك بعجلات شتويه في اشهر الصيف؟ طبعا العجلات في هون فينا نستخدم هون بالمانيا عجلات صيفيه وعجلات شتويه، اوكي. زياده اهتراء الاطارات، هذا الشيء صح. اذا استخدمت عجلات شتويه بالصيف فرح تزيد من اهتراء الاطارات كونه الدنيا حر مثلا. استهلاك الوقود، نعم، كمان عجلات الشتويه بتكون اكبر شوي واسمك مثلا تقل اكثر، فهذا الشيء بيؤدي لاستهلاك الوقود. زياده في ثبات القياده، هذا الشيء غلط، ما دخل زياده في ثبات القياده بالعجلات الشتويه. هون اجابتين معنا صح. هون بنروح على السؤال التالي: يقوم مقود سيارتك بالرفرفه اثناء القياده، ما السبب المحتمل لذلك؟ اثناء القياده المقود او الدركسيون عم بيقوم بالرفرفه. عدا معنا سؤال بيشبهه هنيك، كان عم بيقوم او الدركسيون تخلخل بالدركسيون او بالمقود، هون رفرفه. فشو شوفوا الفرق بين الاثنين، والله ما بعرف بالضبط. الرفرفة أثناء القيادة شو السبب المحتمل لذلك؟ طيب ممتص الصدمات به عطل، إجابة صح. ممتص الصدمات كمان شلون بدي اشرح لكم اياها؟ هيكل السيارة لما بينزل على دواليب السيارة كله لما بيركب على بعضه في 4 راسولات او اماتوسورات كنا نقول له بسوريا، موجود على الدولاب وعلى هيكل السيارة، او هيكل السيارة اماتوسور
او راسور، وبعدين بيجي الدولاب، بحيث انه الدولاب او هذا الراسول هذا يمتص الصدمات او الحفر مثلا اذا هجت السياره. بتقول ايه يا ابني انت؟ ايه اللي بقول ايه؟ ولا احنا هنا في مدرسه لازم يكون تخلي عندك قله ادب، ولا تخلي عندك صعبه شوي هيك اشرح لكم اياها. المهم ممتص الصدمات به عطل. للعجلات اختلال في التوازن، كمان هذا الشيء ممكن يكون للعجلات اختلال في التوازن. اجابه صح. التعليق له خلل ما، كمان اجابه صح. هل 3 شغلات صعب اشرح لكم اياها، بدنا سيارة نروح نوقف جنبها ودل على اي كل عطل منهم. اوكي، فاحفظوهم هيك بصم. 3 اجابات صح معنا هون. بنروح على السؤال التالي. كيف تعرف خلال القيادة ان احد الاضواء الوامضة معطلة؟ هذا السؤال معدي معنا من قبل. لا يمكن معرفة ان الضوء الوامض معطل خلال القيادة. طول ما بيان الضوء بسرعة اكبر من المعتاد. اجابة صح. اذا لمبة بيان الضوء الوامض طبعا من جوا يعني التابلو، اذا صارت ضوي اكثر من المعتاد مثلا، فمعناتها احد الاضواء الوامضة فيها عطل. اجابة صح. بنروح على السؤال التالي. يخرج فقط القليل من الماء من فوهات نظام غسل الزجاج، ما قد يكون السبب وراء ذلك؟ الماء اللي عم يطلع من لما بدك تغسل الزجاج الامامي للسيارة، ما قلنا انه في كبسة على الدركسيون مثلا بتضغطها بترش مي وبعدين بتشغل المساحات مثلا مشان تنظف الزجاج الامامي، فهي المي عم تطلع بشكل قليل هلا حاليا. فشو السبب وراء ذلك؟ ليش لحتى المي هي عم تطلع بشكل قليل؟ مثلا ممكن تكون مضخة ضخ الماء معطلة، المضخة او الترمبة اللي بترش المي بتكون معطلة مثلا، بحيث انه ما عم بتضخ مي بشكل كبير. الفوهات مسدودة جزئيا، هذا الشيء صح. ممكن يكون الفوهة نفسها اللي عم بترش منها المي على الزجاج تكون مسدودة بشكل جزئي مثلا، مو كلها، فمشان هيك عم بيطلع مي قليل. الكثير من الماء في خزان الامداد، هاي اجابه غلط. اذا كان كثير، شو دخل الكثير هون؟ انه لحتى يزيد قليل يعني المي. فاجابتين معنا هون صح. الفوهه مسدوده جزئيا، فوهه اللي عم بترش منها المي، ومضخه ضخ الماء معطله. اجابتين صح. بنروح على السؤال التالي. ماسحات الزجاج في سيارتك لا تعمل. هلا المساحات تبعيت السياره من قدام لا تعمل، ما قد يكون السبب لذلك؟ المساحات كلها على بعضها هلا ما عم تشتغل. شو السبب اللي قد يكون وراء ذلك؟ يوجد الكثير من الماء في نظام غسل الزجاج. لا، ما دخل هذا الموضوع بهذا السؤال اصلا. احتراق حماية التيار الكهربائي، ممكن تكون حماية التيار الكهربائي او الماسحات مو بتشتغل على الكهرباء تبعت السيارة، فممكن يكون فيها عطل يعني، هذا الشيء ممكن. محرك ماسحات الزجاج كمان معطل. كمان ماسحات الزجاج في إلها محرك بتحركها قدام زجاج السيارة مشان تنظفها طبعا، ممكن يكون فيها عطل. مثل ترمبة تبعيت المي اللي بترش مي قدام. كمان الماسحات الزجاج او المساحات نفسها كمان في لها محرك، ممكن يكون فيه عطل، هو السبب الوراء عدم عمل ماسحات الزجاج في السيارة. اجابتين معنا صح هون. بنروح على القسم التالي. خلصنا من هذا القسم واللي فيه تقنية مركبات او تقنية مركبات اخرى. في اجابة واحدة بس هون، او سؤال واحد عفوا. تريد الانطلاق بالسيارة مزود بناقل حركة آلي محول هيدروليكي، ما الذي عليك ادراكه؟ هلا انت بدك تطلع بسيارة، هاي السيارة مزودة بناقل حركة آلي هيدروليك. طبعا السيارات في عنا فيتيس هيدروليك وفي فيتيس عادي. اوكي، فيتيس اللي بتحط اول تاني ثالث لا ورابع. اوكي، وفي عنا فيتيسات كمان اوتوماتيك اللي انا برغبها بصراحة. بدي اشتري سيارة يكون فيتيس تبعها اوتوماتيك، ما بدي اتعذب لا بالاول ولا بالثاني. اوكي، اذا هاي السيارة اللي عم تطلع فيها لحاليا فيها ناقل حركة هيدروليكي. اوكي، شو لازم تدركه قبل ما تطلع بهاي السيارة؟ شو لازم تعمل قبل ما تطلع بهاي السيارة؟ الأجوبة عنا بتقول إنه يجب زيادة عدد دورات المحرك بشكل كبير حتى لا يتوقف المحرك فجأة. لا، ليش؟ لحتى تزيد عدد دورات المحرك بشكل كبير ما راح يتوقف المحرك معك، مجرد ما شغلت السيارة ما راح يتوقف معك. إجابة غلط هاي. يجب عدم تفعيل مقبض ناقل الحركة إلا ما عندما يكون المحرك متوقفا. كمان لا، عم بيقولوا انه ما بيصير مثلا الهيدروليك فيه 3-4 وضعيات. الدي مثلا انه انطلاق او درايف، بتحط دي مثلا وبتمشي بالسياره. هون عم بيقولوا انه ما بصير تحط الدي مثلا بالسياره الا لما بيكون المحرك واقف. اجابه غلط، لازم يكون المحرك شغال طبعا. ليش؟ لحتى يكون واقف يعني. يجب تثبيت السياره بفرامل التشغيليه عاده عند، هذا الشيء صح. لازم تضغط فرام فيها. هي هاي هاي السيارات فيها بس دعستين، يعني دعسة بنزين ودعسة فرام.
ما في دعسة دبرياج، شايفيني؟ اوكي، ما في دعسة دبرياج. اوكي، فلازم تكون حاطط اجرك على دعسة الفرام او الفرامل التشغيليه هون مسمينها، وبعدين تحط دي مثلا او ان او مثلا حرف الار لما بترجع لورا مثلا وتنطلق بالسياره. اجابه بس وحده معنا هون صح، وكان عندنا سؤال واحد هون بس. بنروح على القسم التالي، حاطين قسم بس مشان هذا السؤال. طيب عندنا مساعد الكتروني في 4 من الاسئله، تدرب على الاسئله. ما هي الميزات التي يقدمها نظام منع غلق العجلات ABS؟ شو هي الميزات اللي بيقدمها نظام منع غلق العجلات ABS؟ طبعا النظام ABS السيارات الحديثة كلها مزودة ABS حاليا. طبعا شو هو نظام ABS؟ نظام ABS له علاقة بفرام السيارة فقط. اوكي، هلا سابقا بدون وجود هذا النظام لما كنت تضغط فرام مثلا انت بالسيارة فرام على الاخر، طبعا ممكن كانت تسحط معك السيارة شوي يمينا او يسارا. اوكي، بوجود هذا النظام فالسيارة بتحافظ على اتجاه السير اللي كانت ماشي فيه طبعا. وهذا الشيء كويس يعني، بحيث انه مشان ما تقلب السيارة وانت تضغط فرام بشكل كبير مثلا. اوكي، هذا النظام بيساعد على حفاظ على مسار السيارة اول شيء في حالة الضغط على الفرام. والشيء الثاني كمان انه النظام هذا ما بيغلق العجلات بشكل نهائي. لما بتضغط فرام طبعا هي ما بتسكر على الاخر، ممكن مثلا تفلت وتمسك بحيث انه رح تحس فيها هلا اذا سيارة طبعا فيها ABS لما بتضغط فرام على الاخر فاجرك شوي هيك رح ترج، لانه العجل مثلا اللي عم تكمش فران مو كامشة على الاخر، بتفلت وبتكمش. هذا الشيء طبعا ليش؟ بيساعد على توجيه السيارة بحيث انه ما تنحرف من مسارها. هلا الاجوبة عنا هون بتقول تقليل خطر الانقلاب عند الفرملة على المنعطفات. لا، إجابة غلط هاي. تجنب دوران العجلات المفرط في مكانها عند الانطلاق، هذا الشيء له علاقة بنظام تاني واللي اسمه ARS. اوكي، او ASR. هلا رح يعدي معنا السؤال على كل حال. يمكن القيام بالفرملة والتفادي بتغيير اتجاه السير في نفس الوقت. هاي الإجابة صح، النظام هذا له علاقة بالفرملة والتفادي بالتغيير اتجاه السير. إجابة واحدة معنا صح. بنروح على السؤال التالي. ما هي فوائد نظام التحكم بالجر ASR؟ هلا عنا نظام تاني اسمه ASR. شو هي فوائد هذا النظام؟ هذا النظام شو بيعمل؟ بيقلل من خطر الانزلاق جانبيا عند الانطلاق على طريق الزلقة. هذا الشيء صح، هذا النظام بيساعد على عدم الانزلاق جانبيا عند الانطلاق من طريق زلقة. هذا الشيء صح. منع قفل العجلات عند الفرملة، هذا له علاقة بالABS. إذا هذا الجواب هون. اوكي، منع هو الABS اللي بيمنع قفل العجلات عند الفرملة. هون ما دخلوا بالASR. والASR كمان بيتعلق او فوائده انه بيحد من دوران العجلات في مكانها عند الانطلاق. اوكي، بدون هذا النظام فوقتا بتلاقوا شباب بيشفطوا مثلا بالسيارة، بيضغطوا فرام او قبل ما ينطلقوا مثلا بصير الدولاب هيك بيفتل بأرضه او السيارة بتفتل بأرضها. فبوجود هذا النظام فراح يحد من هاي العملية، طبعا راح يحد من دوران العجلات في مكانها عند الانطلاق. إجابتين معنا هون صح. بنروح على السؤال التالي. كمان ما هي الميزات التي يقدمها نظام منع غلق العجلات؟ كمان ABS. شو هي الميزات اللي بيقدمها هذا النظام اللي اسمه ABS؟ من الممكن العبور أو المرور عبر المنعطفات بشكل أكبر. لا. الحفاظ على إمكانية التوجيه حتى عند الفرملة الشديدة، هذا الشيء صح. ومنع غلق العجلات خلال الفرملة. طبعا هذا النظام بيمنع غلق العجلات بشكل كامل خلال الفرملة، وبيحافظ على التوجيه عند الفرملة الشديدة. طبعا إجابة أو إجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. كمان شو هو تأثير المنع غلق العجلات ABS هذا النظام؟ يعني يمكن فرملة المركبة بأفضل شكل ممكن حتى على الطرق الزلقة. هذا الشيء صح، هو بيساعد على الفرملة بشكل أكبر بأفضل ما يمكن على الطرق الزلقة والطرق الثانية. أوكي، تبقى إمكانية التوجيه متوفرة عند الفرملة إلى حد بعيد. ممكن بوجود هذا النظام تتحكم بالسيارة عند الفرملة إلى حد بعيد. إعاقة نشوء الانزلاق المائي، هذا الشيء ما دخلنا فيه. شو دخل نشوء انزلاق مائي بنظام ABS الخاص بالعجلات تبعت السيارة؟ إذا إجابتين معنا هون صح. بيكون خلصنا من هذا القسم. كمان بنروح على اللي بعده. ننزل تحت. فيزياء القيادة، في 7 من الأسئلة. بندخل على الأسئلة. هلأ بهذا القسم دخلنا بالفيزياء. كيف تزداد شدة قوة الطرد المركزي المؤثرة على مركبة تسير على منعطف؟ شدة قوة الطرد المركزي اللي بتأثر على مركبة أثناء الانعطاف أو عندما تسير على منعطف. هلأ صار بدنا أستاذ فيزياء. تعرف إيه عن المنطق؟ انا أيوة، أمال أنا؟ طيب الأجوبة عنا من خلال نصف قطر المنعطف الأكثر صغرا
إجابة صح هاي، من خلال نصف قطر المنعطف الأكثر صغرا. إذا حدا بيقدر يشرح هذا السؤال ويكتب لنا إياه بالتعليق. من خلال القيادة بسرعة أعلى، كمان هذا الشيء ممكن. من خلال القيادة بسرعة أعلى رح يتم أو رح يزداد قوة الطرد المركزي المؤثرة على مركبة تسير على منعطف. من خلال زيادة أكبر في ضغط الهواء في الإطارات. ضغط الهواء في الإطارات ما دخلوا بالسؤال هون كله على بعضه. أوكي، المهم السؤال هذا والأجوبة هاي صحيحة. جوابين صح. بنروح على السؤال التالي. ما هو سلوك سيارة ذات دفع أمامي عند الضغط الزائد على الوقود أثناء السير على منعطف؟ هذا ممكن نشرحه. شو هو سلوك السيارة لما بتكون هاي السيارة دفع أمامي؟ يعني الدواليب القدامانيات هن اللي عم يسحبوا السيارة. طبعا السيارات في أنواع، يعني في دفع خلفي، الدواليب الورانية هي اللي بتمشي وبتسحب السيارة. ومثلا دفع أمامي الدواليب القدامانيات هي اللي بتحرك السيارة. في عنا دفع رباعي، مثلا الأربع دواليب كلهم هن بيحركوا السيارة. هلا هون عم بيقولوا انه سيارة ذات دفع امامي الدواليب القداميات هي اللي عم تحرك السيارة عند الضغط الزائد على الوقود. يعني بدك تشفط بالسيارة مثلا، الضغط الزائد على الوقود اثناء السير على المنعطف. فشو ممكن تصير مع هاي السيارة اذا ضغطت بشكل زائد على الوقود اثناء المنعطف او السير على المنعطف؟ تميل الانزلاق في الخلف؟ لا، تميل في المقدمة الى الخروج عن مسارها. بما انه هي دفع امامي فبتميل في المقدمة للخروج عن مسارها إذا ضغطت زيادة في الوقود. تميل في المؤخرة؟ لا. إذا الانزلاق في الخلف؟ لا. إذا بما أنه هي دفع أمامي فإذا تميل في المقدمة إلى الخروج من مسارها. بتمنى تكونوا فهمتوا. جواب صح. بنروح على السؤال التالي. أثناء سيرك بسرعة شديدة على منعطف توجب عليك الفرملة بشدة. ما الصحيح؟ أنت عم بتقود بسرعة شديدة على منعطف، ولكن بهذا المنعطف توجب عليك الفرملة. شو رح أو شو ممكن يصير معك خلاله؟ تميل السيارة بشدة نحو مركز المنعطف الداخلي؟ لا. جواب ما فهمته، يعني شلون رح تميل السيارة نحو مركز المنعطف الداخلي؟ سيحافظ نظام منع غلق العجلات الABS على بقاء السيارة على مسارها بأمان في جميع الأحوال. هون مثل كلمة فقط، هون في جميع الأحوال معناتها غلط. لا، ما رح يحافظ في جميع الأحوال على بقاء السيارة في مسارها. أوكي، لو ما في جميع الأحوال كان ممكن هذا النظام يساعد السيارة. إذا هذا الجواب كمان غلط. قد تخرج السيارة عن مسارها، هذا الشيء صح. ممكن وانت عم تقود بسرعة شديدة وعلى منعطف وعم بتفرمل يعني، وإذا حتى لو كانت سيارتك مزودة بABS فممكن تخرج عن مسارها. إجابة واحدة معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. تقترب بسرعة كبيرة من منعطف ضيق على اليسار. كمان عم تقترب بسرعة كبيرة من منعطف ضيق على اليسار. أوكي، لماذا عليك أن تخفض من سرعتك قبل الوصول إلى المنعطف؟ أنت عم تقترب من هذا المنعطف اللي على اليسار. ليش لازم تخفض من سرعتك قبل الوصول إلى المنعطف؟ لأنك ستنزلق إلى اليسار خارجا عن المنعطف؟ لا، لأنك ستنزلق إلى اليمين خارجا عن المنعطف. هاي إجابة صح. إذن أنت عم تتوجه باتجاه منعطف على اليسار، أوكي، بسيارتك مثلا وأنت عم تقودها بسرعة كبيرة. لازم تخفض من سرعة سيارتك طبعا لأنك بدك تدخل في هذا المنعطف اللي على اليسار. فممكن إذا ما خفضت من سرعة سيارتك ساعتها رح تنزلق نحو اليمين. مثلا إذا كان هذا المنعطف على اليمين فرضا هيك، فسيارتك إذا ما خفضت من سرعتها فممكن تنزلق نحو اليسار، يعني عكس الشيء. تمام. هون إذا المنعطف نحو اليسار رح تنزلق السيارة خارجا نحو اليمين. أنا رح يعدي معنا سؤال هون نفسه، بس هون يغيروا إنه ضيق على اليسار، بدل اليسار هون رح يحطوا على اليمين. إذا وقتها رح تنزلق السيارة نحو اليسار. إذا عكس الشيء هون تماما. ستتعرض للانقلاب في حالة الفرملة مباشرة على المنعطف. هذا الشيء كمان ممكن. إذا فرملت وانت داخل المنعطف بهاي السرعة فممكن تقلب معك السيارة. إذا إجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. ما الذي يزيد من خطر الطيران خارج الطريق عند القيادة بسرعة فوق منعطف؟ يعني هون خطر الطيران أظن إنه السيارة تطلع من مسارها أو تقلب مثلا. أوكي، تطير السيارة تطلع من مسارها خارج الطريق عند القيادة بسرعة فوق منعطف. الإسراع لما بتأسرع طبعا على منعطف فوق منعطف فرح ممكن تطلع السيارة من مسارها وتطير. فك التعشيق، لا، انه هون فك التعشيق انه تفضي السيارة تحط ان مثلا بالاوتوماتيك او مثلا تفضيه لها يعني للسيارة. لا، ما رح تطير معك السيارة اذا فضيت التعشيق او فكيت التعشيق. الفرملة هذا الشيء كمان صح. الفرملة او الإسراع الاثنين بيخلوا السيارة اثناء الانعطاف مثلا ممكن تطير او تخرج من مسارها.
اجابتين معنا صح هون. بنروح على السؤال التالي. تسير على منعطف مرة بسرعة 30 كيلومتر في الساعة ومرة اخرى بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، صار دبل هلا هون بنفس المنعطف. كيف تتغير قوة الطرد المركزي؟ احفظوها اكبر ب4 اضعاف. اذا كانت 30 طبعا ما راح يجيبوا هن بالاسئلة ارقام غير هاي، راح يجيبوا نفس هاي الارقام ونفس هاي السرعات. اوكي 30 واذا صارت 60 فقوة الطرد المركزي عند القيادة ب 60 كيلومتر في الساعة راح تتغير ب4 اضعاف. لا تختلف ابدا، لا اكبر بضعفين، لا 4 اضعاف راح تختلف قوة الطرد المركزي عند القيادة. فاجابة واحدة هون صح. بنروح على السؤال التالي. ما هو سلوك سيارة ذات دفع خلفي؟ عدا معنا هذا السؤال قبل شوي كان دفع امامي، هلا دفع خلفي عند الضغط الزائد على الوقود اثناء السير على منعطف. هون السيارة دفع خلفي، اذا دواليب الورانيات هي اللي عم بتمشي السيارة او الدفع خلفي. اوكي فشو بيصير لما بتزيد من ضغط الوقود اثناء السير على المنعطف؟ طبعا راح تميل السيارة في الخروج تميل السيارة في المؤخرة الى الخروج من مسارها. بما انه دفع خلفي فاذا الخلفي له علاقة بالمؤخرة للخروج عن مسارها. اجابة واحدة صح هون. بيكون كمان خلص معنا هذا القسم. بنروح على اللي بعده. اسمه استخدام الفرامل. عنا سؤالين بس، 2 من الاسئلة. تدرب على الاسئلة. على كل حال رح ناخذ بس هالسؤالين اليوم وبكفي لهون. الاسئلة شوي صعبة وما رح اتأخر بالدروس الثانية، يعني يا بكرة او بعد بكرة بيكون نازل الدرس اللي بعد هذا. اوكي اثناء سيرك على طريق ريفي يأتي جرار امامك فجأة على الطريق. كيف تحقق مسافة فرملة قصيرة بقدر الامكان؟ انت عم بتقود على طريق ريفية وبيطلع قدامك فجأة جرار او تراكتور قدامك على الطريق. كيف بتحقق مسافة فرملة قصيرة بقدر الامكان؟ كيف بتوقف سيارتك بقدر الامكان بحيث ما تضرب بالجرار هذا اللي طلع قدامك فجأة؟ استخدام دواسة الفرامل فجأة وبأكبر قوة دوس ممكنة. هذا الشيء صح، كونه هو الجرار طلع قدامك فجأة، ممكن صار بينك وبينه ما في غير 10-15 متر، فلازم تضغط كمان انت فجأة وبأكبر قوة دوس ممكنة على دواسة الفرام. اوكي مشان تفرمل السيارة او توقف معك السيارة طبعا وتثبت الدركسيون. إجابة صح هاي. بشكل متكرر مع فترات قصيرة بين كل فرملة واخرى وبأقصى قوة دوس ممكنة. لا شو رأيك تاخذ لك استراحة تشرب فنجان قهوة كمان؟ يعني شو بشكل فترات قصيرة بين كل فرملة واخرى وبأقصى، هاي إجابة غلط. اذا فجأة وبأكبر قوة دوس ممكنة، يعني ممكن تضرب فيه لاني فجأة طلع قدامك. بحذر ومن ثم بقوة متزايدة تدريجيا، كمان هذا الشيء غلط. فجأة يا عمي هو طلع قدامك فجأة رح تضرب فيه. شو تشرب لك فنجان قهوة كمان وتدوس شوي شوي بعدين تزيد شوي، شو الحكي هذا؟ اذا فجأة وبأكبر قوة دوس ممكنة. إجابة واحدة معنا هون صح. بنروح للسؤال التالي، آخر سؤال معنا اليوم. تبدأ سيارتك الغير مزودة بنظام منع غلق العجلات ABS. سيارتك هلا مو مزودة بمنع غلق العجلات ABS بالخروج عن مسارها عند الفرملة. نعم السيارات الغير مزودة بهذا النظام رح تخرج من مسارها عند الفرملة. كيف تتجاوب بشكل صحيح؟ انت شو لازم تعمل وقتها اذا سيارتك صارت بلشت تطلع من مسارها؟ التوقف عن الفرملة لبرهة وتوجيه المقود باتجاه او بشكل معاكس. هذا الشيء صح، لازم تعمله لما بتكون سيارتك مو مزودة بهذا النظام. تتوقف شوي عن الفرملة لبرهة وتوجيه المقود بشكل معاكس المسار اللي صار ياخدك عليه السيارة. اوكي الضغط على الفرامل بشكل اقوى قليلا ومع المحافظة على ثبات المقود. لا لما بيكون ABS موجود فيه هذا الشيء ممكن. هون بدون ABS لا لازم ما تضغط كليا. التوقف على الفرمل اللي برها، يعني تشيل اجرك وتحط، هذا الشيء ممكن. هذا الشيء كأنك عم بتعمل السيارة فيها ABS اصلا. اوكي وتوجيه المقود بشكل معاكس. إجابة واحدة معنا صح. اليوم بيكون خلص معنا السؤال. أنا ما بلشت بالدرس اللي بعده أو القسم اللي بعده لأنه فيه 59 من الأسئلة. الدرس الجاي رح يكون 59 من الأسئلة موجودة عنا، فما رح بلش فيه. أنا رح أخصصه هذا قسم خاص فيه. وطبعا بيضل عنا قسم واحد ومنخلص الأسئلة النظرية، فجهزوا حالكم للأسئلة العملية. بما أنه أنا نجحت بالعملي فإن شاء الله العملي رح تفهموا بشكل أوضح، لأنه في قدامي رح تكون سيارة ورح نشرح كل شيء عن السيارة، وحتى المسننات إذا شفناها بالسيارة رح نشرح عنها، والممتص الصدمات والأمور الثانية، وعلى الطرقات والإشارات اللي ممكن تواجهها في المدينة طبعا. بس لنخلص الأسئلة النظرية اللي ضل عنا شيء تقريبا يا درسين كحد أقصى 3 دروس. أوكي فبس بآخر الفيديو أعطونا لايك، وإلى اللقاء في الدرس القادم. باي باي.